السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقائي الكرام، أهلا وسهلا بكم. في هذه الحلقة غنحاول ما أمكن نقربوا المشهد السياسي في المغرب طبعا، والتداعيات الأخيرة ديال الاحتقان الاجتماعي اللي موجود نتيجة الغلاء ونتيجة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية طبعا التي ليست في المستوى، وكتحيلنا على التدبير الحكومي السيء للسيد خنوش. فنحن المغاربة نتساءل: هل رئيس الحكومة هو رئيس مقاولة؟ هل كياخذ معاه كاشيات ديال المقاوله ديالو لرئاسه الحكومه، او لا كياخذ كاشيات ديال رئيس الحكومه؟ فلا ندري هل هي طبعا ضيعه تابعه لرئيس الحكومه، او من انه الشعب المغربي هذا المواطن الكريم المتواضع المهذب الذي يثق كثيرا في الكثير من الاشياء، لكن احلامه تتساقط تباعا نتيجه تلك الثقه التي وضعها فيه الشعب المغربي في الانتخابات. عن تلك الاحلام وتلك الخطابات اللي طلق ليها العنان في الخطابات ديالو في الدعايه الانتخابيه على انه سيضيف مليون مغربي. وبالتالي اليوم نحن امام ميزانيه هشه طبعا اللي التوظيفات ديالها في جميع القطاعات لا تتعدى الألف، وبالتالي هذه ارقام يعني مخجله ولا تدل على الشعارات اللي رفعها ديال الحكومه الاجتماعيه. فالحكومه لا علاقه لها بالاجتماع في شيء، وبالتالي القروض ديال صندوق القرض الدولي هي اللي كتحدد هذا النوع من الحكومات. الحكومات اللي كتبقى مرهونه للميزانيه الضخمه اللي كتاخذها من القروض وكتفرض عليها اجندات وبرامج هي اللي كتخليها انها تكون مرهونه لهذا النوع من البرامج. وبالتالي هذه المساله ديال الاجتماعي فلا اعتقد انها حكومه اجتماعيه. المغاربه كانوا كيعتقدوا بانها كرمه وفيها الكرموس، لكن اكتشفوا مع الاسف انها زريبه عامره بالناموس، لان امام حاله الاسعار والجفاف وكذا كتكون هناك احتياطات من الحكومه. اي حكومه في العالم الا وكدير الاحتياطات ديالها وكتدير تقشف، وهذا التقشف كتبدا به هي. لكننا اليوم امام حكومه الريع. مثلا الامتيازات ديال الحكومه هي استعمال المازوت، التعويض على السكن، هذه الاجور الضخمه، لا نتريت ما كتناقش الى غير ذلك ديال الوزراء وديال النواب الى غير ذلك. هذه الامور كلها كيخصها تناقش اليوم، لان الا بغيت تصلح خصك تبدا الاصلاح من ذاتك، من شنو هي الاشياء اللي قدمتي كنموذج للمجتمع المغربي باش يقتدي بك. هو كيشوفك انك منعم، تزداد ثروة ومالا انطلاقا من الريع اللي موجود، وعلى هذه الميزانية الضخمة اللي كتصرف على الوزراء وعلى النواب، فهو يحترق ويكتوي بنار الأسعار الموجودة اليوم. تجمع الوطن الأحرار فهو كان سابقا هو مجرد ناس مستقلين وأحرار كانوا كيتقدموا للانتخابات، فجمعهم الحسن الثاني في خلال الفترة ديالهم باش يديرهم حزب، لانه لا يعقل ان مستقلين يكونوا في البرلمان، وبالتالي ضروري العمليه السياسيه ان يكون حزب عنده برنامج وعنده تصور وعنده رؤيه. فتجمعوا صحاب الشقارات، يعني الناس اللي كيملكوا الاقتصاد في المغرب والعائلات الكبرى في هذا الحزب. وبالتالي كان حزب يميني ما عنده علاقه بالجماهير او بالنقابات او بالنضال الاجتماعي. كان تحدى اي مناضل في التجمع الوطني الاحرار انه تعرض للاعتقال نتيجه مثلا مظاهرات او لا عمل نقابي جاد الى غير ذلك. فارشيفهم وتاريخهم هو معروف بالنسبه للمغاربه. لذلك لا ننتظر من الناس اللي ما عندهمش تاريخ، ما عندهمش برنامج، ما عندهمش تصور انهم يعطونا حكومه اجتماعيه. فهذه الحكومه محكوم عليها بالفشل، والدليل هو ما نراه اليوم، انها تركت الشعب المغربي في مصيده امام السوق الدوليه، تركته لوحده وهو يعاني وينتظر البوطة والسكر وما سينتج في الأسعار المقبلة. هل سترفع الدعم عن هذه المواد الأساسية اللي كيحتاجها المواطن المغربي البسيط؟ فكفاءة فقيرة للشعب المغربي، ويجب احترام المؤسسات. وبالتالي الدستور هو واضح: إلا ما قدرتيش تحمل المسؤولية حط صوارت وتعاود الانتخابات، وبالتالي نتجنبوا كارثة لسنوات مقبلة. فاعتقد ان رئيس الحكومه يعتبر هذه البلاد بحال الوصيه ديال الله. وصيه يعني، وهذا المصطلح الوصيه هو عمل روائي جميل جدا للدكتور خليل حسن خليل، تكتب على الظروف الاجتماعيه والاقتصاديه في مصر في فتره الملكيه، وكان عراء المجتمع المصري والمجتمع الاقطاعي اللي حول المصريين الى عبيد. فهذا العمل الروائي هو ينطبق على ما يفعله رئيس الحكومه اليوم بالشعب المغربي. فكفانا فقرا، كفانا تهميشا، لا من ناحيه الصحه لا من ناحيه التعليم الى غير ذلك. فالشعب المغربي اليوم يريد مدرسه عموميه اللي تحتضن جميع الابناء ديالو، يريد محاربه القطاع الخاص والاستغلال ديالو لفقر المغاربه، نريد صحه جيده، نريد تضيف وتشغيل،
ومؤسسات وتنمية اقتصادية حقيقية كتشجيع المقاولة بدون ضرائب، بدون لتشجيع الشباب على ولوج سوق الشغل. فلا أعتقد بأن مادام ليس هناك برنامج، ليس هناك مخطط، رؤية، تصور للمستقبل، أننا سنجد أنفسنا في مجتمع متمكن من اقتصاده، وأنه بالفعل حكومة اجتماعية كما تسوقون. أعتقد بأن حالة الاحتقان وصلت لمداها، فهل من مجيب؟ نحن نستغيث، فهل من مجيب؟ الشعب المغربي وصلت به العظم، وبالتالي رئيس الحكومة والردود ديالو في البرلمان تستهزئ بالشعب المغربي. إلى أي مدى مثلا غنبقاو في هاد اللامبالاة، في هاد الفقر السياسي؟ لذلك نداؤنا وهو نداء لجميع الشغيلة المغربية، نداء المواطن البسيط المغربي، أننا يجب إعادة النظر في التوجه الحكومي الحالي، وبالتالي إلى استمر فلا أعتقد بأن الأمور ستمشي كما يجب. شكرا على انتباهكم، وأتمنى من الشعب المغربي ومن المواطنين اللي كيشوفوا هذا الفيديو أنهم يشاركوا، يشجعوني على الاستمرار في هذه القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.